السلام عليكم. اليوم حبيت ندير دوزيام كوش للنخبة التونسية باسكو الفيديو الأول قلقهم وكاينين بزاف اللي شتموني وبعثوا لي رسائل مش مليحة. ما يهمش، أنا نحب تونس ونحب الشعب التونسي، والشعب التونسي على عيني ولا راسي، بصح ما نحبهمش أكثر من ما نحب الجزائر. ولما يتعلق الأمر بالجزائر أنا ما نسكتش وراح نعاود ونزيد مرات ومرات حتى هم يسكتوا. لا حبوا تكون بيناتنا علاقة مليحة يسكتوا. صافي السعيد اللي لا هو صافي ولا سعيد، يسكتوا المرزوقي، يسكتوا هذاك لطفي غرس ولا مش اسمه ولا اللي فار، ويقول انا لو حكمت تونس نغلق الحدود مع الجزائر وندير ويقول كلهم يهضروا باسم الجنرالات انديري كلا ولا باش فول ماروكان. حبيتوا تكون العلاقه مليحه سكتوا، ما يزيدوش يطلعوا في البلاطوات التلفزيونات ويسبوا الجزائر ويسبوا الجيش الجزائري، حتى هم عادوا يقولوا الجنرالات والكبرانات، ويعني يعاودوا نفس الكلام ويقول لك التراث تاعنا والحدود الشرقيه تاعنا واراضي نحتها لنا فرنسا واعطتها للجزائر، نفس الخطاب العدائي تاع المروك. القضيه مش قضيه انبوب غاز فقط، وانبوب الغاز راح يمر خارج تونس وخارج المياه الاقليميه التونسيه، وهذا من حق الجزائر ومن حق مصالح الجزائر تحافظ على مصالحها، وعلاقاتها مع تونس لازم تكون علاقات ود متبادله، مش هم يسبوا واحنا نمدوا لهم الدراهم ونزيدوا نصفقوا لهم من فوق. جامي. انا نهضر ونزيد نعاود نهضر وننتقد اللي يسميوا روحهم نخبه تونسيه ويشتموا الجزائر وعايشين على عاملين روحهم يعني مكانه بعدائهم للجزائر، يعني عداوهم المراركه بهذه الطريقه. ولذلك انا لن اسكت، وهذا لا يعني النخبه الايجابيه التي تتحدث بايجابيه على الجزائر ولا عندها علاقات موده مع الجزائر، هذه غير معنيه، والشعب التونسي غير معني، والكثير من نخبه اخرى طيبه وجيده وتتحدث بايجابيه على الجزائر، هذه غير معنيه. وشكرا.